السلام عليكم. بتجيلنا عيانة تشتكي من خمول وهمدان، دايخة دايما. بالفحص كل حاجة كويسة، طلبنا لها تحاليل روتينية كده، طلع الكوليسترول بتاعها عالي. كانت والدتها معاها، عملت لها تحليل هي كمان، طلع الكوليسترول بتاع والدتها عالي. لما شفنا التحاليل قلنا لها والدتك على الرغم من ان الكوليسترول بتاعها عالي بس اقل منك شوية، لكن احنا هندي لها علاج. اما انت مش هنديلك علاج. ليه؟ على الرغم من ان الكوليسترول بتاعها اعلى من بتاع مامتها، الا ان احنا هندي علاج للكوليسترول لوالدتها، لكن مش هنديها هي. ايه هو الكوليسترول؟ ايه الضرر اللي بيعمله الكوليسترول؟ طب هل هو مفيد اصلا ولا ضار؟ طب سمعنا ان في كوليسترول نافع وكوليسترول ضار، انه فيهم اللي يخوف؟ اول حاجه، ايه هو الكوليسترول؟ الكوليسترول ده ماده دهنيه شمعيه موجوده طبيعيا في الجسم، ضرورية لتكوين الهرمونات والفيتامينات زي فيتامين د وجدران الخلايا. طول ما هو في المستوى الطبيعي هو مفيد جدا، لكن لما يزيد عن المعدل الطبيعي يبدأ يتراكم في جدران الشرايين ويكون لويحات دهنية، وده ممكن يؤدي إلى تصلب الشرايين. تصلب الشرايين، لو شرايين القلب ممكن تعمل ذبحة صدرية أو جلطات في القلب، ممكن لو شرايين المخ تعمل جلطات في المخ. عايزين نعرف الأول إن مش كل المرضى واحد قدام علو الكوليسترول. المرضى قدام الكوليسترول متقسمين لكذا فئة. في فئة اسمها منخفضة الخطورة اللي هو لو ريسك، ودي الفئة اللي هم ما عندهمش أي أمراض في القلب ولا الشرايين، ما عندهمش سكر ولا ضغط ولا بيدخنوا، وسنه أقل من 40 سنة، زي حالة المريضة اللي كانت عندنا. الكوليسترول الكلي اقل من 200، والال دي اللي هو الكوليسترول الضار اقل من 130. دوت اسمها فئه منخفضه الخطوره. العلاج هنا بيبقى بنسبه كبيره تعديل نمط الحياه، غذاء صحي زائد نشاط بدني والرياضه وشويه موانع في الاكل هنقولها بعدين. في عندنا فئه اسمها متوسطه الخطوره اللي هو مودريت ريسك. في عامل خطوره واحد او اكتر من الحاجات اللي احنا قلنا عليها، يعني في تدخين او في سمنه او في ارتفاع ضغط او في سكر او في تاريخ عائلي لامراض القلب، حد في العيله او شائع في العيله مرض القلب، والال دي ال بتاعهم اللي هو الكوليسترول المنخفض ما بين ال 130 وال 159. العلاج بنبدا النظام الغذائي والرياضه الاول لمده 3 شهور. لو ما فيش تحسن بندخل علاج دوائي خفيف كده زي الاستاتين بجرعه صغيره، اقل جرعه ممكنه. عندنا بقى كمان ثالث فئه، الفئه عاليه الخطوره اللي هم هاي ريسك. مين هم الفئه عاليه الخطوره في ارتفاع الكوليسترول؟ المريض اللي جات له جلطه في القلب قبل كده، او جلطه في المخ او نزيف في المخ قبل كده، دوت من ضمن المرضى اللي محسوبين ان هم عاليين الخطوره حتى لو ما كانش كوليستروله عالي قبل كده. مرضى السكر فوق سن ال 40 دوت من ضمن المصنفين من ان هم عاليين الخطوره. مرضى الكلى، اي قصور كلوي مزمن برضه محسوب ان هو عالي الخطوره. اي مرضى عندهم تصلب شرايين في اي مكان مثبت بالفحوصات، عملنا له دوبلر قبل كده على شرايين رجليه، شرايين دماغه، شرايين رقبته، عرفنا ان عنده تصلب شرايين. دوت بيحتاج ان هو يفضل ماشي على علاج دوائي مستمر، يتبطل احيانا بعد استشاره الطبيب، وعلاج مزدوج من خوافض الكوليسترول، من الادويه اللي بتخفض الكوليسترول. الهدف عندهم ان احنا عايزين نخلي ال دي ال اللي هو الكوليسترول الضار اقل من 70، ومتابعه ضروريه كل 3 ل 6 شهور في العيانين اللي هم عاليين الخطوره دول. في بقى فئه شديده الخطوره فيري هاي ريسك، مريض عنده اكتر من مشكله في القلب، يعني عنده مثلا رفرفه اذينيه وعنده جلطات في القلب قبل كده، او عنده تصلب شرايين منتشر، معاهم سكر او قصور كلوي مزمن او فشل كلوي. دول فيري هاي ريسك. علاجهم دايما بتبقى الاستاتين او ادويه خفض الكوليسترول بجرعات عاليه، ولو ما وصلش للهدف
ممكن نضاف معاه نوع تاني، يعني ممكن ياخد نوعين مع بعض من ادويه الكوليسترول باعلى جرعات، او في حقن طالعه جديده ايفولوكيوماب او الاريلوكيوماب. دي حقن طالعه جديده بتخفض الكوليسترول، والهدف معانا في الهدف عند المرضى اللي هم شديد الخطوره دول ان احنا نخلي ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار اقل من 55. امتى يا دكتور نبدا علاج كوليسترول وامتى نوقفه؟ نبدا علاج على طول لو LDL اللي هو الكوليسترول الضار اعلى من 190، حتى لو ما فيش اي عوامل خطوره ثانيه من اللي احنا قلنا عليها. لو مريض بقى عنده اي عامل خطر جسيم، بالذات لو في مشاكل في القلب، لو مريض سكر سنه اكتر من او يساوي 40 سنه حتى والكوليسترول متوسط، نوقف العلاج او نراجعه. لو حصل انخفاض كبير جدا وتحسن كبير جدا، لو حصل تحسن كبير جدا في مستوى ال LDL اقل من 40 مثلا بدون اي اعراض جانبيه، او لو كان حصل اعراض جانبيه من الدواء زي تعب شديد، ارتفاع انزيمات الكبد، ارهاق في العضلات شديد، ارتفعت انزيمات الكبد اكتر من 3 اضعاف من الطبيعي، لازم توقف العلاج. ودوت بيكون بقرار الطبيب فقط بعد ما يراجع تقييم الحاله. ايه بقى هو النظام الصحي مع الكوليسترول؟ نظامك الصحي زي ما قلنا يبدا من طبقك. قلل الدهون المشبعه الحيوانيه، السمنه، الزبده، اللحوم الدسمه، كل ده قلله. استخدم دهون صحيه زي زيت الزيتون، زيت الكانولا، الافوكادو. زود الالياف في الاكل زي الشوفان، الخضروات، الفواكه، البقوليات. قلل السكريات والنشويات البيضاء، العيش الفينو والمخبوزات سريعه التحضير ديت. كل سمك مرتين على الاقل في الاسبوع، خاصه السلمون والتونه والماكريل اللي هي الاسماك الدهنيه ديت. لابد من بذل نشاط بدني على الاقل 150 دقيقه اسبوعيا من المشي اللي احنا قلنا عليهم، المشي السريع 30 دقيقه يوميا لمده 5 ايام في الاسبوع، مشي سريع او جري خفيف. ده الكلام دوت لو انت بتقدر تمارس تمارين رياضيه. لو تقدر تمارس تمارين مقاومه زي ترفع تشيل اوزان ولا حاجه مرتين اسبوعيا، فده ممتاز جدا وده كويس مع الكوليسترول بالذات. الامتناع عن التدخين بيكسر التوازن ما بين الكوليسترول الجيد والكوليسترول الضار. عرفنا ان احنا اهم حاجه عندنا نوازن ما بين الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL ونقلل الكوليسترول الضار. لو زودنا الكوليسترول النافع على قد ما نقدر، لو قللنا الكوليسترول الضار على قد ما نقدر، الدنيا هتبقى كويسه. قله النوم والاجهاد بتزود الكوليسترول الضار. النوم الكافي يوميا من 7 ل 8 ساعات من ضمن الحاجات اللي بتحسن جدا مستويات الكوليسترول وبتقلل الكوليسترول الضار. قلل التوتر النفسي لان الكورتيزون بيرفع الدهون في الدم وبالذات الدهون الضاره. الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها في العلاج حسب الفئه اللي هي منخفضه الخطوره، اللي هم علاجهم الاساسي بيبقى نمط صحي ونظام غذاء جيد وكلام من دوت عايزين يكون ال LDL اقل من 130. لو انت من الفئه المتوسطه الخطوره عايزين ال LDL بتاعك يكون اقل من 100. طبعا بالاضافه لتعديل نمط حياتك وجرعه بسيطه من الاستاتين. لو انت من الفئه العاليه الخطوره